السلام عليكم. كما شفت في عنوان الفيديو، علاش نحبوا التفاهة في تونس؟ واضح. شوي بشوي نعرفوا علاش نحبوا التفاهة في تونس. السلام عليكم. قبل ما نبدأ خليني نسألك سؤال واحد. آخر فيديو عملتله لايك كان متاع رقصة، متاع تحدي، متاع واحد يطيح باهي، وآخر فيديو متاع معلومة ولا درس ولا توعية، وقتاش؟ الفرق كبير برشا. مش هكا اليوم باش نحكيو على موضوع يوجع شوي. علاش نحبوا التفاهة في تونس؟ علاش الفيديو التافه يضرب المليون والمحتوى الهادف يموت؟ شد معايا 10 دقائق بركة وباش تفهم اللعبة الكل. نبداو بالسبب الأول. احنا تعبين، المواطن التونسي نهار وكامل خدمة، جري، طوابير، كرهبة، ضغط. تجي في الليل تحل التيك توك، شنو تحب واحد يفسر لك في الاقتصاد، تحب درس في التاريخ؟ لا بالطبيعة لا. مخك يقول لك بربي ارحمني سيبني. يحب حاجة سهلة تضحك، ما تطلبش تفكير. التفاهة تعطيك الهروب هذا، 3 ثواني تضحك وتنسى الدنيا. المشكل مش فيك، المشكل في الضغط النفسي اللي عايشين فيه الكل. المنصات عرفوا النقطة هذه ويستغلوا فيها. السبب الثاني أخطر، الخوارزميات. اسمعني مليح، التيك توك واليوتيوب والفيسبوك مهمتهم واحدة، يخلوك قاعد. انت قاعد غادي كي تضحك على فيديو تافه ثانيتين، هو يسجل يقول هذا يحب المحتوى الخفيف، بعدها يولي يعطيك كان فيديو. جربها تو، حل التيك توك أول 10 فيديوهات قداش منهم هادفين؟ واحد بالكثير. الباقي الكل رقص، تحديات، فضايح. واحنا ولينا في سجن احنا دخلنا ليه بدينا، والله دخلنا ليه بدينا. والشركات فرحانة خاطر كل دقيقة تقعدها تجيب لهم فلوس من الأشهار. السبب الثالث، الفلوس والشهرة. باش تعمل فيديو هادف فيه قيمة يلزمك أسبوع بحث، كتابة، تصوير، مونتاج، خزعبلات، بلا بلا. باش تعمل فيديو تافه، تليفون، فلتر، موسيقى، 10 دقائق، والنتيجة التافه يجيب 2 مليون مشاهدة ويعمل إشهار بمليون. والمتعلم اللي يعطي معلومة يجيب 2000 ويقولوا يجيب فلوس منين؟ حتى القنوات الكبيرة والتلفزة ولات تجري وراء التفاهة والخزعبلات. خطرها هي اللي تبيع، هي اللي تجيب ريتش. ولينا في الوقت اللي يهز صوته هو اللي يربح، مش اللي عنده عقل ومخ يفكر به. باهي، والحل شنو؟ الحل باش نبدلوا التيك توك؟ لا، الحل ان نرجعوا نختاروا القاعدة بسيطة. كل لايك تعطيه هو تصويت، كل كومنتير هو دعم. كي تشوف محتوى هادف عجبك ما تفلتش الفرصة، وقف دقيقة، اعمل لايك، اكتب كومنتير، بارتاجي. قوي الخوارزمية متاعك انت، ما تخليش غيرك يختار لك شنو تتفرج ويتحكم فيك. في الاخير التفاهة موجودة في كل بلاد، اما المشكل كي تولي هي الاصل. وانت توا شنو تختار؟ قل لي ترى في التعليقات شنو تختار. اكتب لي في التعليقات انت مع التفاهة ولا ضدها، وعليش. اذا عجبك الفيديو بارتاجيه لصاحبك اللي لازم يسمعه. ما تنساش الاشتراك. نتلاقاو في فيديو جاي اخطر، والسلام عليكم.